ليه بحس بالخوف والتوتر وأنا بسجل في استوديو قدام العميل والبروديوسر ومهندس الصوت؟ بص، ده إحساس طبيعي جدا، وبيحصل حتى للمحترفين بالمناسبة يعني. السبب الرئيسي في الموضوع ده إن الضغط النفسي اللي بتحطه على نفسك، لأنك حاسس إنك لازم تطلع بأفضل أداء قدام الناس اللي بتقيم شغلك، اللي هم البروديوسر ومهندس الصوت والمخرج إن كان موجود يعني. كمان وجود شخص بيتابع شغلك وبيتابع كل كلمة بتقولها بيخليك تحس إنك تحت الميكروسكوب، وده بيولد ضغط كبير نفسي عليك كفويس أوفر. طب ايه الحل؟ شوف، الحل اول حاجة حضر كويس قبل التسجيل. لازم تحضر النص كويس وتقراه كويس، افهم النص واتمرن عليه كويس جدا جدا جدا. تاني حاجة، غير طريقة تفكيرك. يعني بدل ما تعتبر ان اللي حواليك دول جايين عشان يحكموا عليك وينظروا عليك، لا، شوفهم كفريق دعم عايز يطلع بأفضل نتيجة منك وعايزك تنجح. على فكرة هم عايزينك تنجح على فكرة، يعني بالمناسبة هم مش جايين عشان ينظروا عليك أو يتريقوا عليك، لا، هم جايبينك عشان عايزينك تطلع بأفضل نتيجة لل... للمنتج بتاعهم، أو للنص اللي عايزينك تسجله للمنتج بتاعهم. آه... طيب، أخيرا، وانت لما بتحس بالتوتر ده، هديك نصيحة، يعني كبسولة كده أو تركاية سرية. خد نفس عميق جدا، انسى اللي حواليك، ولو ممكن تطلب من المهندس الصوت انه يخفت لك الاضاءة شوية في الريكوردنج روم. ده على فكرة هيهديك ويديك اتموسفير كده جميل، ويخليك في حالة آه، تركيز في النص وفي شغلك. وافتكر دايما انك موجود عشان تطلع احلى شغل واجمل شغل للنص اللي انت بتسجله. وكمان في حاجة كمان، يعني حاول وانت بتسجل، يعني خل يعني تخيل ان البروديوسر ومهندس الصوت والمخرج والناس اللي موجودة عايزينك تطلع بافضل منتج وافضل صورة وافضل تسجيل وافضل صوت. وعلى فكرة التجربة بتفرق كتير، كل ما بتسجل أكتر بيقلل التوتر وبيقلل الضغط النفسي اللي بتحسه في التسجيل، وانت بتسجل قدام ناس بتبقى مراقبة تسجيلك أو بتشوف تسجيلك وانت بتسجل. المهم، ثق في نفسك، ثق في صوتك، وابدأ التسجيل بكل ثقة. تحياتي.